بل ليس مطلوب مني الرد بل التعليق سي حسين. نعم التعليق. لأنني لست نعم. على كل، أنا بالنسبة لي أنتمي إلى العمل المدني، الدفاع عن الحق الفلسطيني. مفهوم يعني المجتمع المدني اصلا يعني من ناحيه مبدئيه، من ناحيه المفهوم نتاعو وتكوينه، معناها البنيه نتاعو، هو مقابل للدوله، لانه يدافع عن المجتمع ضد من؟ ضد الدوله او المؤسسات الكبرى او غيرها. بالتالي انا في الحقيقه في الواقع لا يعنيني موقف الدوله، يكفي ان الجماهير تدافع عن حقها وتقف الى جانب الحق الفلسطيني. إذا حصلنا على عدم إزعاج في هذا الباب فذلك بالنسبة إلينا فتح مبين، ولكن هذا لا يعفينا من تسجيل استغرابنا أنه مثلا الحكومة كان أو الدولة أو لا أدري أي سلطة معناها في هذه البلاد كان عليها مثلا عند ضرب السفن يعني ساحل سيدي بوسعيد كان عليها أن تبدي موقفا وتكون واضحة أمورها، فهذا الحد الأدنى المطلوب. لكن هنا سؤال إنكاري. نحن نعلم أن كل الدول العربية أو على الأقل قسم كبير جدا منها يعيش على إعانات أمريكية، وفي الواقع الدول التي لا تحقق اكتفاءها لا من الدواء ولا من الغذاء ولا من السلاح فإنها لا يمكن أن تكون لها حرية ولا يمكن أن يكون لها موقف. هناك السلاح الأخضر يرفع في وجهه، وهناك السلاح الحقيقي، وهناك الإعلام، وهناك السلاح الأخضر يعني الأعمق وهو الدولار وهو الإعانات. بالتالي لا نستغرب أنه تقريبا كل الدول العربية لا تبدي موقفا واضحا تجاه الصهاينة، لأنها تعرف أن التنديد بالصهاينة يعني التنديد بأمريكا، ولكن الموقف التونسي يعيش على يعني الصدقات الأمريكية. دون تعميم يا دكتور مراد، خلينا من التعميم وكل العرب وكذا، خلينا في تونس. الموقف التونسي كانت نبرته لافتة، صحيح في استهداف أسطول الصمود، خرجت وزارة الداخلية بلاغ ووعدتنا بالتحقيقات، والله أعلم إلى حد الساعة هذه أي تحقيقات، ولكن 24 ساعة صحيح وزارة الشؤون الخارجية ولا البلاغات الرسمية متعودة تخرج لنا في بلاغات 3 على الصباح، لكن الضربة البارح هؤلاء البارح للفجر البارح للفجر تو لحد الآن فهم شيء. يا سي حسين ما قلنا معنا الدولة التونسية كغيرها من الدول لا يمكنها أن تتكلم في هذا الموضوع، ولنفهم هذا. أنا بالنسبة لي أعتبر أن العرب خرجوا من المشهد السياسي ومن التأثير ومن الاستراتيجيات التي تحدد مستقبل العالم من زمان. لا يوجد دولة واحدة. هل تصدق أن كل الدول العربية، الجامعة العربية نفسها ماذا قالت في مؤتمر نيويورك؟ طالبت بنزع سلاح المقاومة. هل يعقل أن من تمثل كل العرب ولا أذكر أن دولة نددت بهذا التدخل؟ مثلا حتى تونس نفسها لم تقل ان ذلك النقص الذي ادته جميع الدول العربيه لا يمثلها، بالتالي كل الدول العربيه كانت موافقه على ذلك. اذا فما الغرابه اليوم ان لا يتكلم احد. وراو سامحني يا حسين نعاودها مره اخرى في قناتكم يعني الكريمه، راهو الحديث ان تطمع في نظام عربي أن يعين فلسطين أو يقف موقفا جيدا، راهو يعطي انطباعا لدى المستمع العادي أن هناك أملا في هؤلاء. لا أمل في أي دولة في العالم العربي وحتى الإسلامي وفي تونس أن يتخذوا موقفا، لأن وضعهم خاضع للامريكان والاعلانات الامريكيه وفي قطاع الغيار، في الغذاء، في المد يعني بالحبوب وبالمواد الاوليه، وهذا شيء يعرفه الجميع. فلماذا يعني نستغرب ان لا يتكلم احد في هذا الموضوع؟ نستغرب عندما تكون النبره يا استاذ مراد، لذلك سالتك قلت نستغرب عندما تكون النبره عاده تتحدث عن تطبيع خيانة عظمى ومع تحرير فلسطين من النهر إلى النهر، ولكن وقت الصحيح وقت ضرب سيدي بوسعيد وللآن بعد 24 ساعة. خلينا نحيل السؤال لدكتور وأستاذنا أمن غربي. عندي ملاحظة سي حسين. تفضل. أقل من دقيقة. تفضل.
بالله ردود الفعل اللي ذكرتها نتاع الاحزاب التونسيه نعم ونتاع الجمعيات ونتاع المنظمات هل تجاوزت يعني التنديد؟ ولا احد نتبع فيها، ولكنها داعمة الوقفة امام السفارة الامريكية على هذا الاقل. وضعنا، والسلطه ليست افضل منا، السلطه ربما اتعس. فالحقيقه واضحه معناها. طيب ما عادش انا واحد من الناس لا استغرب ولم اعد دكتور مناظر اليعقوبي لا يستغرب صمت النظام التونسي ولا الأنظمة العربية.